بعض. نور الدنيا عز. ده نورك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. النهارده حكيم زياش وسايس ونايف اكرد عملوا طبعا نجوم المغرب كله عمل ماتش عالمي، بس الثلاثه دول عملوا ماتش جامد قوي 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 قوي. صح. مبدئيا كده من بدايه البطوله وانا كان عشمي في منتخب المغرب كبير جدا. ايوه. ليه؟ لثلاث اسباب. السبب الاولاني ان المنتخب المغربي هو اقرب منتخب عربي للمستوى الاوروبي. صحيح. بمعنى ان احنا عندنا اشرف حكيمي ده يصنف واحد من احسن الباكات اليمين في العالم في بي اس جي. مزراوي بيلعب اساسي على بافرد الباك اليمين الاساسي لمنتخب فرنسا، بيلعب عليه دلوقتي في بايرن ميونخ او مقدم مستويات افضل منه في بايرن ميونخ. فاحنا بنتكلم على ان عندهم، وطبعا حكيم زياش بيلعب في تشيلسي، والجول كيبر بكل تاكيد طبعا احنا بنتكلم على ياسين بونو، واحد من الحراس اللي هو على نفس المستوى بتاع تيبو كورتوا. يعني لو هتجيب مثلا 10 حراس في العالم هتلاقي 10 هو ياسين بونو واحد منهم. لا، ياسين بونو الثالث بتاع الليجا مع تير شتيجن وكورتوا مثلا على سبيل المثال. فاحنا هنا بنقول ان المنتخب المغربي على مستوى الافراد عنده اقرب تنافسيه مع اللعيبه الاوروبيين اللي بنعتبرهم كلاس ايه. النقطة الثانية ان المغرب عندها ارث في كرة القدم انا بحبه. مرتبط بان زي عارف انت لما تلعب تلعب منتخب الجزائر تعرف ان في خناقة في الملعب. ايوه. فالمنتخب المغربي من النوع اللي دايما بيلعب كرة هجومية ايا كان هو بيلاعب مين وفي التوقيت شكله عامل ازاي. من الجيل بتاع 86 لحد الجيل بتاع 98 اللي كلنا ارتبطنا بيه وصولا للجيل بتاع 2022. فدول السببين الرئيسيين. السبب الثالث ان والله بلجيكا فعلا يا جماعه ما بقتش بلجيكا، صدقوا. يعني هو انا عمال اهاتي في الموضوع ده من قبل البطوله ما تبتدي، وكان كريم خطاب قاعد مكانك كده عمال يقول لي لا يا سيدي، اقول له والله اسمعوا الكلام. منتخب بلجيكا مرتفع فعلا في معدل الاعمار. وكيفن دي بروين نفسه اللي قدامنا في الصوره قال كده. قال كده، قال يا جماعه احنا وي ار تو اولد. بالظبط كده. فانت بتتكلم على ان فيرتونجن والدرفيلد لسه بيلعبوا قلبين دفاع. من اصل 3 في المنتخب البلجيكي. ايدن هازارد مش موجود اصلا على الساحه الكرويه بقاله 3 سنين مع ريال مدريد. ومش جاي ومفيش من الموضوع امل. القصه خلصت. خدت بالك من الجول بتاع زكريا؟ زكريا بوخلال ده مش في الزاويه الضيقه، ده في ضيقه الضيقه. هو شاطها ده مضيقه قوي. ايوه يعني بص حطها له في حته. عارف انت اللي هي في وانت بتلعب في الشارع كده بيقول لك مفيش ما تلعبش بالبوز. هو عمل كده. لا حطها في حته صعبه قوي. وحكيم زياش اخيرا جاب فورمه. لانه كانت الانتقاد في المباراه الاولى ان حكيم زياش بعيد عن فورمته. فدول الثلاث اسباب بتوعي اللي كانوا مخليني متفائل بمباراه المغرب. أيوة. مع المنتخب البلجيكي. ان المنتخب المغربي هو اكتر منتخب مشابه للمستويات الاوروبيه. ان منتخب بلجيكا وكرواتيا كبار في السن. المنتخب الكرواتي على مستوى وسط الملعب، المنتخب البلجيكي على المستوى الخط الخلفي والخط الامامي. والسبب الثالث ان المغرب عندها ارث ان هي بتقدم كره هجوميه. أيوة. كانت ازمتي مع المنتخب المغربي في المباراه الاولى انهم ما قرصوش هجوميا. أيوة. كان لسه عندهم النوع القلق بشكل او باخر بتاع انا في ايدي نقطه مش عايز اضيعها. النهارده كاس عالم وكرواتيا برضه ووصيف كاس العالم. يعني النهارده هم حسوا بالقيمه بتاعتهم دي. صح. وبالتالي لما داسوا بنزين لقوا ان احنا نقدر نعمل حاجه. أيوة. وحقيقي برضه الفضل في البدايه كمان يعود للمنتخب السعودي. لان ده اللي عمل البوم الاولانيه اللي جابت وراها بقى كل البومات اللي احنا عمالين نشوفها في كاس العالم ده. صحيح. ده المنتخب اللي فتح الباب امام المنتخبات الاصغر توقعا او الاقل توقعا للفوز، ان هم يحسوا ان اي عارف انت اللي في الخناقه بيروح داخل لابب اللي قدامه قلم، هي خلاص هو كده اداله قلم فخلاص احنا الخناقه بتاعتنا فاهم خلصت. فهو فالمنتخب السعودي انت داخل انت كشاف فخلاص الناس كلها بقت ايه متأهبه ان احنا يلا نعمل حاجه. يلا يا جماعه. فده اللي كان مخليني مبسوط جدا. طبعا اللي قدامكم ده حكيم زياش المفترض. فحكيم زياش لاول مره يقطع من القلب شويه. بالظبط. يقطع من القلب، يتحرك بين الخطوط ويتحرك كانه حكيم زياش فعلا. يعني ده اللعيب اللي احنا كلنا عمالين نقول له يا معلم انت زيك زي محمد صلاح، زيك زي رياض محرز، احنا مستنيين منك تصنع الفارق للمنتخب المغربي. لحد المباراه الاولى اللاعبين اللي بيصنعوا الفارق للمنتخب المغربي يا جماعه بصوا الزاويه مستحيله بالظبط يعني زاويه شبه مستحيله. يعني ان هو وقدامه المساك
وكورتوا واقف قافل الضيقه ويحطها، لا صعب يعني، صعبه. حارس كبير طبعا. فطبعا الجول الاولاني برضه غلطته. ايوه. ويعني ربنا يستر عشان هو واضح انه بعيد عن مستواه الفتره دي. قلقان انت عشان ريال مدريد لما يرجع بقى، يعني ما هو كاس العالم خلاص قرب يخلص. طيب انا متفق معاك جدا يا عزو في تحليلك للمنتخب المغربي، وعندي تفاؤل اشد واكبر ان شاء الله ان اللقاء القادم قدام المنتخب الكندي، خلاص كندا مش عايزه حاجه من المونديال، املها تعتبر يعني بس خلصت. كندا جايه تعمل لقطه. اعتقد ان المغرب قادر انه ما يخليهاش تعمل اللقطه بالظبط، ده الامل اللي مخليني كمان متفائل اكتر بالمغرب هو مشوارها، لان هي هتواجه باذن الله تطلع اول، باذن الله يا رب يعني تطلع اول، لان مش متوقع برضه ان منتخب بلجيكا هيروح يفيص قدام كرواتيا هيعمل اي نوش يعني. لا ما ذلك. الناحيه الثانيه بقى انت عندك اسبانيا طبعا عجن المانيا دلوقتي، ومعاها الناحيه الثانيه غير اسبانيا والمانيا كوستاريكا واليابان. فاغلب الظن اسبانيا باذن الله تطلع اول، فالمغرب لو طلعت اول في مجموعتها هتلطش في اي حد تاني الناحيه الثانيه، تهرب من اسبانيا، يحصل في الامور امور، تلاقي نفسها في دور الثمانيه ولا حاجه. بص اقول لك على حاجه، خلينا نكون صراحه، ودي حاجه عجبتني وعايز اقولها تخص منتخب السعوديه امبارح. احنا مش جايين ناخد كاس العالم. ايوه صح. يعني المنتخبات العربيه احنا عارفين حق ربنا، احنا مش جايين نحلم الحلم ده. حلو، بس قبل ما تكمل لسه كنت بقول العرب ومشاركتهم في المونديال قبل قطر 2022 حاجه، وبعد 2022 بقت حاجه ثانيه خالص. انا فاهم قصدك. يعني بعد كده اللي يقول لك انا رايح كاس العالم وخلاص، لا ده انت تقول له تعالى كده ايه اتغطى ونام كده واقعد جنب الحيطه، لا انت رايح كاس العالم تعمل حاجه بس كده. فاحنا كل عشمنا في المنتخبات العربيه تعمل حاجه. الحاجه دي بقى احنا مش هنسميها، لان احنا انبسطنا جدا بالاداء قدام الارجنتين والنتيجه، واتبسطت بالاداء على المستوى الشخصي قدام المنتخب البولندي، لان حسيت ان المنتخب ده عمل حاجه في ارض الملعب. كان كل دي احيانا لما بتتكلم عن منتخب جاي مستسلم او جاي حاسس ان اللقطه عباره عن ان تعالى نامن نطلع باقل الخسائر وخلينا نشوف هي هتودينا على فين. أيوه. انما ان انا اجي اكون انا صاحب المبادره واعمل حاجه، انا بحترم ده، لان انا كده كده انا مش جاي اخد كاس العالم. فالمفاجاه للمنافس هتيجي من هنا، والقوه بتاعتي هتيجي من هنا، ان المنافس مش متخيل الخناقه دي. أيوه. ما كانش عامل حسابه عليها، كان عامل حسابه ان التدوير الروتيشن بتاعه هيتعمل في الماتش ده. صح. المنتخب البولندي كان ممكن جدا يكون كان عامل حسابه ان التدوير الروتيشن يتعمل في ماتش السعوديه. فجاه انت بتتكلم عن المنتخب البولندي مغير التاكتكس ومغير اسلوب اللعب بتاعه عشان هو شايف السعوديه اقوى. ايوه. فبالتالي انت عملت القوه بتاعتك دي وقدمت القوه بتاعتك دي، فاحنا املنا انك تكمل في التراك بتاع انك تعمل حاجه. تعمل حاجه ده يوديك مطرح ما هيوديك في الاخر. انا هبقى مرضي طول ما انا شايفك جاي تعمل ده. أيوه. جاي تهاجم، جاي تلعب كره محترمه، جاي تكون ند للند. دي اكتر حاجه امبارح ادتني المشاعر بتاعت الانبساط والارتياح. ان انا حاسس ان المنتخب السعودي واقف للمنتخبات الاجنبيه ند للند. أيوه. مفيش اي حاجه قليله. والنهارده المنتخب المغربي هو مش ند للند، هو منتخب بلجيكا في نص الماتش رمى الفوطه. بالظبط. يعني منتخب البلجيكي جه في نص الماتش ابتدى روميلو لوكاكو اللي متحمل على اصابته يقوم يسخن. معناها ان احنا في كارثه. يعني بالنسبه للناس خلاص احنا في كارثه، فاللي هو هاتوا الراجل المصاب يمكن ينزل يعمل حاجه. أيوه. فانت بتتكلم في ان المنتخب البلجيكي كان في ازمه كبيره جدا قدام المنتخب المغربي. صحيح. فالاحساس ده عظيم بالنسبه لي، عظيم، ولان احنا قادرين نستكشف ثغراتهم. وبعدين مين اللي بيهاجمهم؟ ما هو لعيبه بتلعب في اعلى مستويات دلوقتي. صح. فدي صح. حاجه تحترم جدا يعني.